لو سمحت لي معي الآن السيدة فداء القاسم، وهي ابنة عم الإعلامي فيصل القاسم. مساء الخير سيدة فداء. أهلا، مساء النور، ومن نمسي على ضيفنا اللي نور سوريا أكثر بوجوده معنا كمان. كيفك يا فداء؟ أهلا وسهلا أستاذ، كيفك؟ يعني إحنا بننبسط لما بنسمع الأصوات من أشخاص كبار مثل حضرتك ومثل أي شخص من لبنان إذا وشرفنا خلال الفترة اللي إحنا بنمر فيها. الله يحفظك. تفضلي فداء. بداية يعني تحية لأرواح الشهيد من المدنيين والعسكريين اللي روت دماء اللي روت تراب هذا الوطن، وشكرا لكل وطني وأنت منهم يا أستاذ وئام. الله يحفظك، خلي لي. الله يخليك، وشكرا لكل من يواجه بصدره من جيشنا الباسل القنابل التي تزرع من أجل إنقاذ أرواح إخوتنا في سوريا. أتمنى طبعا كلامك ثمين ولا يقدر بثمن ولا يمكن أن يعقب عليه أكيد، ولكن هي فرصة لي بوجودك في بلدك الثاني سوريا. أتمنى إن كان هنالك من معارضة شريفة في هذه البلد، المعارضة التي تدعي أنها تريد أن تطور وأن تريد أن تحسن وتبني سوريا أفضل مما كانت عليه، أتمنى أن تظهر علنا بمناظرات تلفزيونية وإذاعية. أتمنى أن تظهر وتطرح مشروعها على أرض الواقع. قانون الأحزاب تظهر وتطرح هذا الحزب وتعطي مقومات هذا الحزب وتقول من هو الأمين العام لهذا الحزب ومن هو المساعد، كما طلب الكثيرين من الشرفاء في هذا الوطن. إن ظهرت هذه المعارضة الشريفة، هذا يعني تماما أننا صحيح سنبني سوريا كما يجب كما نحلم أن تبنى. عندنا سلبيات في البلد، في سلبيات، أي بلد يوجد فيها سلبيات وأي بلد فيها إيجابيات، وعندما تكون بلد كسوريا تواجه يعني ليس حدي سكين، تواجه ملايين السكاكين من جميع الاتجاهات، لابد أن لدينا سلبيات في الداخل، علينا أن نبني معا، ولكن هذا لا يعني أن نقتل بعضنا البعض، أن نتحول إلى دولة طائفية، أن نتسلح بأسلحة ترسلها أمريكا وأتباعها وأعوانها وممن اشترتهم كي نقتل بعضنا البعض لكي يتكرر مشروعها الذي هو في صالح إسرائيل وفي صالحها وصالح الدول الأوروبية. طيب. أتمنى إن حصل ذلك فهذا سوف يظهر حقيقة هذه الجماعات المسلحة التي يناظر الكثيرين علنا في المحطات الموبوءة ويقولون أين الجماعات المسلحة؟ يا عمي، الأمن يقتل، الجيش يقتل، كيف يمكن لرجل أمن ولرجل جيش يواجه بصدره العاري الطلقات التي ترمى من مكان ما؟ فداء، بس على كل حال هن اعترفوا في أي مكان، اعترفوا، وكان في دعم أمريكي دكتورة. يعني مؤخرا صرنا نسمع تصريحات أنه في دعم أمريكي للتسلح في سوريا في بعض الأحيان. نقطة أخرى لو سمحتي عندك؟ طبعا النقطة التي أريدها، يعني الأستاذ وئام وهاب، نحن بحاجة لطلاته الإعلامية ليس فقط في دمشق، نريد أيضا في جبلنا العربي الأشم الذي تكلم عنه. والجبل العربي الأشم كما كان سابقا ودائما وسيبقى هو التربة التي تنبت الأبطال والوطنيين والفدائيين الذين يروون بدمهم تراب هذا الوطن الغالي. تحية لك أستاذ وئام، وأنت سوري ولبناني وسوري للعظم، أنا أثق بذلك تماما. تحية لك آنسة، وأتمنى دائما الإطلالات الإعلامية هذه التي تصلح صدورنا نحن السوريين. شكرا لك. أشكرك جزيل الشكر.